طلب مني اكتر من مره ان انا اشرح تصميم لعلي بولتكس، فالنهارده باذن الله هنشرح التصميم ده بالتفصيل. الميزه هنا ان انا الحمد لله انا اللي شغال مع علي بولتكس، فانا عارف التصميم ده ازاي اتعمل بالظبط، فانت مش بتاخد ان احنا رايحين نقلد حد او نشوف هو عملها ازاي واحنا بنعملها، لا انا اللي عملتها، فانا جاي اقول لك انا عملتها ازاي بالظبط. فركز معايا ويلا بينا نبدا الشرح. طب يا شباب، ده التصميم بتاعنا ان شاء الله اللي هنشرحه النهارده. اول حاجه انا عايزك تعرفها احنا جبنا الفكره منين وازاي عملنا تغذيه بصريه، عشان تعرف التصميم ده اتعمل ازاي بالتفصيل قبل ما انت تخش تبدا في التصميم. فلازم تبقى عارف الحاجه بتاعتك هتجيبها منين والحاجه بتاعتك هترصها ازاي. تمام؟ فانا باختصار قوي 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 انا هقول لك ازاي جبنا الفكره. هي اللعبه دي اسمها الباك كوميرس. تمام؟ ده تقريبا اسمها عشان مش فاكر قوي. الباك كوميرس. لعبه الباك كوميرس دي تمام، دي الصور بتاعت اللعبه الباك كوميرس اللي احنا اشتغلنا بيها، دي من الصور يعني. فانت لو قلبت هنا وقعدت تبص شويه هتلاقي لا ده انا من هنا، انا بعد ما انا غصت هنا شويه انا جبت الشخصيه بتاعتي اللي هو الراجل ده اللي هي الشخصيه دي. طبعا فضلت اقلب في صور كتير قوي واخش في صور واخش مش عارف فين وبتاع واقعد ادور لحد ما وصلت للصوره دي. تمام؟ صوره الشخصيه دي كان برضو بالبق، ده كان واحد يوتيوبر عاملها فخدتها من الصمنيل بتاعته عادي خالص. ان انت كده بتعمل اللعبه، هي اللعبه معروفه بكده، فاهم قصدي؟ فانت مش بتسرق، انت بتاخد نفس الشخصيه من عنده بس، فهي شخصيه اللعبه، انت مش بتسرق منه حاجه. ده المكان، دي الاماكن. طبعا انا فضلت الف في الاماكن دي لحد ما اخترت مكان منهم، مش فاكر اخترت انهي مكان. طبعا انا بقول لك كل حاجه ان انت بتحضر الفكره، فانت هتلاقي صمنيلز كتير قوي، افكار كتير قوي بقى. يعني انت بص، عيش كل دي افكار بقى من يوتيوبرز في الكوكب كله، فانت تلاقي نفسك انت داخل في قصص كبيره. او بص مثلا فكره زي دي، انت بتدور على لعبه معينه فانت مش هتلاقيها على موقع مثلا زي فري بيك او ادوبي ستوك مثلا. دي الصور دي هتلاقيها في جوجل عادي، بس انت لازم تبحث شويه عشان هي صور سامبلز بتاعت يوتيوبرز. تمام؟ ولازم دايما تحمل الاضافه دي. يعني مثلا يعني عجبتني الصوره دي فدخلت عليها من الفيديو ده، فانا دلوقتي عايز احمل الصوره فحمل الاضافه دي، والاضافه دي بتحلل لك القنوات دي. المهم يعني مثلا الصوره بتاع الفيديو ده زي ده، فانت تيجي هنا تحملها عادي داونلود من غير اي مشكله. فدي نقطه مهمه قوي ان انت يبقى عندك اداه زي دي. تمام؟ يلا بينا يا شباب نشرح التصميم بتاعنا. طيب انا دلوقتي جبت الفكره، جبت الاماكن، جبت كل حاجه، هنبدا ندمج. تمام؟ او انا ممكن اجي هنا اشيل ده بس الافكتات ونعيدها تاني. تمام؟ نعيد تصميمها تاني، مش هفتحها لك يعني في الهواء. كده تصميم بسيط مش مستاهله ان احنا نعمل عليه حوارات كبيره كده. ممكن نقفل الكاميرا فلتر عندي. نبدا دلوقتي يا جدعان ندمج التصميم بتاعنا. طيب انا ابدا منين؟ دايما بقولها نبدا من الخلفيه. احنا دلوقتي الخلفيه بتاعتنا اهي، وده الشادو بتاع برضو الشخصيه، خلينا برضو نشيله عشان نبقى نعمله تاني. وبرضو في هنا شادو. طبعا هي الخلفيه ما كانتش كده قوي، يعني الخلفيه سحبنا بس منها شويه الوان وعملنا لها كاميرا فلتر. اظن الكاميرا فلتر فيها مش هتفرق حاجه كبيره. يعني لو دخلنا على الكاميرا فلتر اللي هنا هتلاقي ان الكاميرا فلتر بس هنا متشبعه شويه، واخده تكتشر، واخده كلاريتي، تقلل هايلايتس عشان برضه نظهر الشخصيه بتاعتنا. وعندك هنا يعني مفيش حوارات كبيره، ممكن بس ترفع دي شويه لو عايز ترفعها بتاع. بس لاحظ ان انت عندك نويز، فانت لما لا يعني راعي الحته دي ان انت لما ترفع الحاجه، لما ترفع الشادوز مثلا يعني رفعت الشادوز زي كده او البلاكس، هتلاقي ايه النقط دي او النويز دي بتظهر قوي، وبتخرب الدنيا يعني. فاهم؟ زي ما بترفع الشادوز كده تلاقي الارض خربت خالص. فقلل كده الدنيا دي عشان هي الصوره تبقى بس ايه موضحه. والنويز دي بتبقى حلوه ان هي بتحس ان الجوده كويسه يعني. فعامه هي مظبوطه. فاحنا ممكن دلوقتي بس نيجي نبدا باول حاجه نرسم مثلا الشادوز اللي على الارض اللي في الخلفيه بتاعتنا. ده التكوين بتاعنا، احنا نرسم بس شادو. نعمل مثلا واحده اكسبوجر زي كده. طبعا هنيجي نعمل لها كليبنج ماسك، وهنيجي هنا نعمل برده واحده ليفل. واحده ليفل دي احتياطي من هنا كده. الاماكن بقى بتاعت الزوايا اللي هي الحاجه نفسها، يعني مثلا ترسم هنا كده بس تفتح الدنيا هنا اللي في نور انعكاسه كده. عندك الجنب اللي هناك ده برده، فاهم قصدي؟ يعني انت مش بس ده هنا لاحظ ان انت في الجزء ده انت هتحط البتاع التانية، انت هتقصها اصلا دلوقتي. فاهم؟ ماشي. حاجات بقى تفاصيل صغيره، مثلا حابب تظهر زاويه الكورنر اللي موجوده في الارض مثلا، زود فلو يعني في الوسط كده ما بينهم، وشغالين كده على الارض. بص بنغمق في الجزء اللي بعيد عن المنظور الشخصيه عشان يعني بس نركز في الشخصيه، نركز في مكانها. وانت كده كده في الاخر بترفع الشادوز. تمام؟ فانت عارف ان انت كده كده هترفع الشادوز. تعالى بقى نمسك الشادو بتاع الشخصيه دي نفسها نكررها وناخدها لتحت كده. خدناها لتحت، هشدها كنترول تي وهشدها لتحت كده بس تطلع لفوق شويه كده. هتعمل ايه بقى فيها؟ تدوس عليها ليرين وتخش على الكلر اوفرلي. خد اللون ده مثلا اغمق درجه منه، مثلا ينزل حرف ال كده شويه.
يعني مش هيرضى يقل معاك فيل ان انت عامل كلر اوفرلي، فانت خليها كونفرت سمارت اوبجكت واقلل من الفيل، فهي مظبوطه تمام. بس كده نجيب البرش، والشخصيه بتاعتنا دي مثلا نعمل عليها شويه انعكاس ضوء، نعمل مثلا واحده اكسبوجر فيها ضوء. طبعا انت ما فيهوش شادو اصلا، هو كان اسود ما فيهوش شادو خالص. واحده اكسبوجر، اعمل كنترول اي وهات البرش زوم كده تمام. ارسم مثلا هنا كده، مثلا بقى عايز ايه شغل بقى فنانين بقى كده وبتاع، عايز ترسم هنا كده شويه شادو على الخط ده كده. بس طبعا انت لما ترسم شادو هنا انت عشان رافع اكسبوجر بس، رافع بس اكسبوجر ايه، رافع دي بس، لا، لازم ترفع دي عشان يجي معاك ابيض. فاهم قصدي؟ علشان هو بيشتغل كذا طبقه. طبقه اسمها اوفست، طبقه اكسبوجر، طبقه الجاما اللي هي كوريكشن دي. كل واحده بتستخدم يعني طبقه لون جلد يعني، او لون طبقه كده من الحاجه. فاهم؟ يعني كل واحده دول بتتحكم في سطوع طبقه معينه من الصوره نفسها. فانت عادي انت ممكن ترفع الثلاثه عشان تاخد بس ايه كانها ابيض خالص، كانك عملت لاير ابيض، مش تفرق اي حاجه. عادي هو كده كده اسود فاسود على ابيض يعني. فانت مش بتستخدم مع كذا لون يعني، او لون جلد معين او حاجه. قلل بس دول عشان نعرف ايه نزود ونقلل براحتنا. قلل كده وخلينا نزود كده، واشتغل تحت دي. فيها شويه عمق يعني، انت ممكن تاخد فيها وقتك تمام، مش محتاجه حاجات كتير قوي. بس كده هتلاحظ ان فيها شويه خطوط صفرة كده، فانت مش عايزها. اعمل بس كده لير مثلا. هل هي انت محتاج اي لون اصلا؟ هي كلها اسود، انت محتاج اي لون؟ لا، اسحب كله بقى، ملهاش لازمه. فاهم قصدي؟ طيب احنا عايزين نعمل الجدار اللي ورا بولتكس ده على طول، مش حاطط حاجه في ليرات قوي، فانت ركز معايا لان انا في ليرات انا قافلها وفي ليرات انا خليك فاهم معايا. تعالى بقى اللير ده احنا عايزين منه ناخد الجزء اللي هناك ده، فهنكرر اللير ده وهناخد نجيب البين تول مثلا. تعال نقفل بس اللير بتاع بولتكس ده مش لازم دلوقتي. ناخد كده البين تول كده، كده اهوت، كده اهوت، كده اهوت. بس كده نعملها كنترول جي وخدناها نخليها كونفرت سمارت اوبجكت ونقفل دي. تمام كده احنا معانا هذا اللاير في هذا البتاع في لاير لوحده كونفرت سمارت اوبجكت. تمام كبره هنا كده. كده بولتكس شايف ايه؟ شايف بقى الوحش ده ولا ايه بقى؟ فاهم قصدي؟ اسحب دي كده ودي كده تاني. هو بقى ايه تحس انه مروش كده، فانت ممكن تكرر اللاير وتعمل كده وتجيب اداه الميكسر براش تول دي تقللها وشويه تمسح ايه شويه بلور. بس هتلاقي ان التفاصيل اصلا بتاعت المبنى نفسها دي مش هتبقى ظاهره قوي. فاهم قصدي؟ فانت براحتك بقى يعني، شوف انت عايز تعملها ولا لا. بس انا ما افضلهاش. انا افضل ممكن تقوم عامل اللاير ده، تيجي هنا تعمل بس واحده بلور، وبعد كده هتيجي انت اصلا تشتغل شادو بالاكسبوجر، تشتغل كده تقلل دي تقلل دول، وخلينا بس نرفعها لفوق شويه عشان برضو تبقى ايه باين ان هي جدار وكده لازق في الحيطه. تمام وبس اعكس دي كنترول اي. هات البرش يا باشا بتاعتك، خلينا على البرش العاديه. قلل دي. ممكن برضو غير الشادو اللي انت ترسمه ده، ممكن تستخدم الشادو بتاع بولتكس نفسه. ازاي يعني؟ تعالى كده دوس على بولتكس ده دوستين، خش هنا دروب شادو، ادي كده شويه هتلاقي ظل بولتكس يتعكس كده. زود ده وانت عندك شويه ظل كده. تمام ممكن نقربه شويه، ممكن نبعده كده. حلو قوي. خليه كده وتعالى نعمله كرييت لاير. وقفنا عليه كرييت لاير كده، معانا الشادو في لاير لوحده. تعالى ننزل بقى للايه اللاير بتاعنا احنا بقى اللي هو اللي هنا ده. تمام كده كده احنا ممكن نخلي عادي نخليه كليبنج ماسك، ممكن نقلله بقى ونحاول نظبط ده بقى شويه. يعني ايه نظبطه كده. ماشي نزود بقى كده ونقوم رسمين كده فوق. هتبقى معلم لو جبتها، بس لازم تقفل دول. تقوم ايه مصغر دي كده، قلل بس دي كمان. سلام. اموت انا في التفاصيل. الاضاءه بقى عشان نضطر نقفل دي عشان ناخد خط مستقيم كده من فوق لتحت. شفت كده؟ تمام تعالى نحطه تحت الشادو ونمسحه من الاطراف اللي فيها شادو جامد. بس كده. وممكن نزود منه شويه، ممكن نزود منه شويه يعني. ممكن نيجي مثلا هنا نقوم مقللين شويه اوبستي، مش قوي كده بقى، ونرسم بس شويه يعني ظريف. دي بص انا كنت جبت الليارات دي
اللاير ده، اللاير ده ورقت لك كده. ده ايه بقى؟ انا كتبت كشاف، كتبت على ياندكس كشاف. ياندكس ده موقع تمام متصفح صيني، انت لو عايز تروح كتبت ضوء كشاف هنا. سيبك من الراجل ده ولا ده، ياندكس مؤاخذة يا حاج، ياندكس ده ياندكس. كتبت هنا مصباح او كشاف تمام مضيء، خلفيه سوداء وبتاع. انت ممكن تستخدم جوجل ترجمه عشان تكتب الموضوع بالانجليزي، لان البحث عليه بالانجليزي احسن، او بالصيني لو انت بتعرف تتكلم صيني، عشان هو محرك صيني او ياباني تقريبا حاجه كده. فبس سيبه. فاستخدمت ده وجبت دي، جبت دي مع انك انت ممكن ترسمها، بس يعني سهلت على نفسي فانا جبتها وحطيتها هنا. حطيت منها 2 كده وزودتها كده، فبقى كده في إيه اضاءه. قفلت التالتة دي، ما قلت ملهاش لازمه. فانا بمجرد ان في اضاءه من هنا لهناك، ففي اكيد اضاءه تنعكس على على الكائن بتاعنا ده تمام. فانا هعمل لير هنا جديد اضاءه ابيض، وتعالى كده، وهي عشان نحط على الكائن ده. ممكن تجيب اللير ده وتخليه كده، وتقفل دول، وترفع دي وتعملها كده كانها دايره كده تمام. ممكن بقى ايه تكررها شويه. بعد ما انت عملتها كده ممكن تعملها كونفرت سمارت اوبجكت، وتيجي هنا فلتر بلور، لازم بلور تمام. ايه بس كده. ممكن تقلل شويه، معناها ان انت زودت شويه. نرجع بقى للايه، للليفل بتاعتنا اللي كانت موجوده تحت خالص، ونغمق الاماكن اللي ورا دي. بس ايه، نرجع بس لللاير الاصليه بتاعتنا. الشادو اللي احنا قاعدين نرسمه ده، قصدي الاضاءه اللي احنا قاعدين نرسمها دي تظهر، فمحتاجين ان احنا نزود شادو. بص اللاير بتاع النور ده تقلله بس حبه حبه حلوين كده، هو طلع نور. تعالى بقى نرجع بقى للايد بتاعتنا نفسها عشان نرسم عليها الريتاتش. والسلكتيف كلر دي طبعا انا محتاج اقرب للسكن بتاع بولتكس. بولتكس مايل ناحيه الايه، البنفسجي ده لون جلد، وناحيه الاحمر، واغمق دي شويه. فبص ده اول سكن يعني تمام. كان في كاميرا طبعا رو فلتر هنا، ممكن اقفل الكاميرا رو فلتر دي اشيلها طبعا. برضه ممكن اقرب السكن بولتكس من هنا يعني. انا بس مجرد لو قللت الهايلايتس وزودت دي كده، تلاقي شويه تفاصيل في الايد وبتاع. ارفع الشادو حبه تمام. ممكن من هنا نعملها، او تعالى من الكيرفس احسن. تعالى من الكيرفس هنا واحده كده، كده احنا مصفرين شويه، هنا محمرين بقى، مش عايزين نجيب اخضر. بص خلينا بواحده بس. ممكن ننزل تحت هنا ونرفع واحده من دول. اظن احنا كده قربنا البولتكس اصلا من غير ما نحتاج اللاير ده. ممكن نستخدم اللاير ده في حاجه، نرفع دي بس شويه، ونيجي عند الاصفر هنا نغير القيمه شويه. بس كده بقت يعتبر ايد بولتكس. بس خلي بالك، ممكن الله اعلى واعلم يعني محتاجين نشيل الشعر ده. ممكن نعمل اللاير ده كده، ونيجي هنا نجيب الميكسر دي، ونشتغل شويه بس ايه تنعيم كده على الايد. الغي دي، لو جاب لك اي لون من اللي انت مختاره الغيه من هنا. بص عليها كده الغيه تمام. خلينا بس كده. لو انت بقى، انا بقول لك، لو على فكره انا في الاصل ما كنتش شايل الشعر. لو انت نفس الكلام الصوبع ده، اهم حاجه وانت بتعمل بالميكسر براش تول دي، اهم حاجه ان انت تخلي ايدك دايما بتتحرك في اتجاه الايه، في الاتجاه اللي انت محتاجها فيه. واهم حاجه ما تعملهاش من فوق كده، لا دايما صغر البراش بتاعتك واشتغل بالتفاصيل من قريب، لان هي بتحتاج ان انت تقرب وتشتغل بالتفاصيل الصغيره، عشان مش هيديك الزوايا بتاعت الايد يعني. مش هيعمل لك الحته دي يعني. لو جيت هنا عملت كده لغاها اصلا كده، ما بقاش في عمق في الايد، فاهم قصدي؟ فانت لا، اشتغل على الجنب، على الجنب كده، ونعم بس كده من بعيد كده شويه من جوه مثلا، تعرف انت تتحكم بيه يعني. احنا كده دلوقتي محتاجين ان احنا نغمق. عندي كذا طريقه للتغميق او الشادو بتاعنا، بس انا ممكن دلوقتي اعملها بالكيرفس بدل ما اعمل طريقه 80 80 80 اللي هي بتاعت ال 50 جري دي. نيجي نكرر الكيرفس دي ونخليها في اللايت كده. بعدين نجيب البرش بتاعتنا العاديه، نلغي دي ونقلل دي كده ونصغر دي كده سكين نزوم بقى عشان نشتغل على التفاصيل بتاعتنا. انا محتاجك ان انت تجمع الصور دي تمام. اهم حاجه انت اللي تجمع الصور دي. ممكن بقى تقلل ده شويه وتقلل ده شويه. هنا ايه شويه عمق، هنا برده شويه ايه الزوايا او زوايا الجلد دي. عايز تغمقها هتخليها اغمق مش محمره كده. وانت في الكيرفس نفسها ممكن تسحب اللي فوق دي لتحت شويه. بص تلاقيه هو بدأ يغمق معاك. لو انت حسيت ان هي محمره كده، فاهم قصدي؟ عارف المشكله دي بتحصل لناس كتير قوي. فانت ممكن بس تاخد الكيرفس لتحت شويه، بس تلاقيه هو غمق معاك تغميقه من غير محمر، من غير ما يحمر معاك. زود ده شويه، وتعالى ندوس هنا تحت كده كده اهوت. نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام. البرش بتاعتنا انت ممكن برضه تعمل شادو على الحاجات دي، بس انا مش شايف ان هي مستاهله قوي. الكشاف ده نعمل عليه شادو تمام. بس ممكن بس ناخد ايه لايت كده في الحته دي، الحته المنوره دي. بص كده كده مثلا
كده اهوت كده اهوت. الجزء ده مثلا ده كده حلو اهو. مثلا تزوم هنا كده ونعمل ده كده مثلا كده اهوت كده اهوت مثلا. مش كده، ركز انا بعمل ايه. تمام قوي. بص شفت الشادو بتاعنا اللي احنا عملناه، ظابط الدنيا خالص. وانت ممكن بقى تنعم اكتر من كده، اكتر من اللي انا نعمته، فاهم قصدي؟ وعيش انت بقى. بحاول برضه اختصر عشان وقت الايه، الفيديو ده. احنا داخلين في 27 دقيقة، كام؟ نص ساعة، 33 دقيقة، وانا لسه ما خلصتش الشرح. بس كده اهو كده اهو كده اهو. تمام. ممكن نقلل شوية برضو من ايه، لو ده كده 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 اهوت. شوية ايه، لايتس على الكشاف، رايق اوي. تمام. عندك تيشيرت بولتكس بقى. تعال نخش على بولتكس نفسه، هو اخر حاجه خالص في التصميم. بولتكس ده بقى ممكن تيجي اول حاجه تعملها هيو ساتوريشن، 2 هيو ساتوريشن. ليه بقى؟ واحد للتيشيرت بتاعه حضرتك، واحد لسنانه. ادي دي لسنانه، خلينا ده لسنانه اهو. هنا كنترول اي، دي سنانه. هنا بقى دي هنخليها كلارايز اي. تعال نعمل سنانه الاول. زوم، خلينا بقى نعمل دلوقتي الهدوم اللي هو لابسها. واقفين على اللاير ده ونلون كده. فانا كده دلوقتي عملنا التيشيرت بتاعه ازرق. ممكن بس نغمق شويه كده بس. خلاص، خلينا بس قبل ما نكمل خلينا نكرر اللاير ده تاني. وقلت لكم على الطريقه دي قبل كده. احسن طريقه تنعيم للبشره اللي هو فلتر، ناتشورال فلتر، وزي ما هو كده. وهندوس سكين سموزنج وهنزود دول. قبل ما نكمل نعمل الشادو بتاع وش بولتكس، هنعمل الشادو بتاع الهدوم. عندك 2 اكسبوجر، واحده هنغمق بيها، مش محتاجين قوي كده يعني، محتاجين مثلا حبه كده بس، مش اكتر من كده. البرش زوم مثلا كده. عندك هنا كده. تخيل بقى معايا تانيات للتيشيرت، مثلا هو جاي كده وكده، وعندك مثلا وليكن تانية كده. فانت بقى عندك تانية كده وتانيتين هنا وكده يعني. تخيل بقى، انت اقعد تخيل كده واحنا ايه شغالين، عشان تطلع تفاصيل من اي حاجه، فاهم قصدي؟ مثلا ادي هنا كده وهي هنا كده. تعالى بقى برضو هنا الناحيه دي. عندك برضو ايه، تانية هنا كده، تانية هنا كده، وتانية هنا كده، وتانية هنا كده. زود دول كده وامسح الايه، النص بتاعهم ده كده. نرجع على الاكس، على الاسود، الاكس. كل اللي عليك بس تجي ايه، تفتح اللاير التاني ده وترسم بقى اللمعه بتاعتك. شويه بقى ايه لمعه هنا. طبعا اللمعه دي افتراضيه يعني، هي ملهاش مصدر اضاءه، بس عشان ايه تريح نفسك خالص. احنا دلوقتي شغالين في الصمنيل. الصمنيل دايما في الغالب يعني في محتوى بالذات الجيمنج ده بيعتمد على التخيل بقى. انت تخيلت ان في لايت هنا، وتخيلت ان احنا مش بنعمل فوتو مانيبيوليشن رياليستيك قوي يعني، فاهم قصدي؟ بس تخيل يعني، لازم دايما تفتح دماغك ان انت تتخيل اي حاجه. مش كل عايز انت طبعا مصدر، وعشان احط ضوء هنا احط له لمبه فوقيه فاهم قصدي؟ قلل الضوء كده شويه عشان احس مش ده بس كده. اشتغل بقى الشخصيه بتاعتنا. هنعمل لير سوليد كلر. اشتغل 80 80 80 بيرن، ونعكس الماسك بتاعه. ونفس اللير ده هنكرره ونعمله حاجه اسمها كلر دوج. الطريقه دي برضو حلوه وجامده جدا وفعاله، وفي ناس بتعملها بكذا طريقه، لكن دي اسهل طريقه واسرع طريقه تعملها بيها ان انت تعملهم كده على طول. في طريقه تانيه بتاعت 50 جري وكده، بس حاسس ان هي يعني خطوه زياده ملهاش لازمه يعني، فاهم قصدي؟ الاثنين بيطلعوا نفس النتيجه تقريبا يعني. فبس انت تعالى على الابيض هنا ولون بقى هنا. كل يا باشا تعرف تعمل اي حاجه باي حاجه يا باشا، بس توكل على الله. بس هنا مثلا تعالى ايه صغر شويه البرش بتاعتنا وايه، لون هنا. وعندك الجزء ده كده. تمام. عندك بص دي الخط الصغير ده، وعندك هنا الخط ده، وعندك هنا دي، وعندك هنا دي. ممكن شويه هو متعصب شويه، فممكن ناخد الجزء ده كده نغمقه، نزوم هنا. ومثلا وليكن عايزين نرسم له شويه شادو هنا شويه يعني، مش قوي. مثلا كده انا عايز دلوقتي اعمل لهم كونفرت سمارت اوبجكت، وعايز اخش الكاميرا رو فلتر، عشان حاسس ان انا محتاج ازود شويه حاجات في الالوان في التكتشر بتاع الفولتكس نفسه. يعني محتاج ان انا حاسس ان انا محتاج ارفع الكلاريتي، ممكن شويه تكتشر برضه، واقلل دي عشان حاسس ان ضرب اللون برتقاني. او احاول اغير السكن شويه، مثلا اجي هنا و هنا كده احاول اخلي السكن كده شويه مثلا، وليكن يعني، وليكن مثلا ممكن نيجي هنا ونرفع ده شويه. حلو كده احسن حبه يعني. ممكن نعمل سيلكتيف كلر ونتحكم في شويه الوان كده، مثلا زي الاصفر خليه مايل ناحيه برتقاني. ممكن نيجي عند الريدز شويه احمريكا، جامد كده.
ممكن نكرر اللاير ده ونعمل له نشرال فلتر تاني، ماشي، ونعمل له ماسك كنترول اي، او لا بلاش كنترول اي، لان نمسح على طول كده. طيب تعالى بقى نكمل ايه ده، شويه شادو بقى اللايت بتاعنا وخلاص كده، وايه ونخش ننام بقى. خلينا بس نزود له، بس نزود شويه ده ويلا بينا، بس الموضوع زاد عن حده. تعالى ناخد الزاويه دي كده، ناخد دول كده، ونقلل ده كده، وهنا كده نعمل دول كده. ما تنساش ان احنا عاملين بوت كامب كامله بنشرح لك فيها مجال الثامبنيلز او الصور المصغره من الصفر للاحتراف. تقدر تسجل دلوقتي وتستمتع بخصم ال 25% الموجود على البوت كامب دلوقتي، لانه فتره محدوده وشويه وهيزيد، فالحق الخصم ده دلوقتي. حاسس والله اعلم ان في شويه الهايلايتس ده محتاج يترفع شويه، الشادوز حاسس ان الصوره مطفيه نوعا ما، مش عارف. فانا ممكن نفس الافكتات دي اكررها بس هنا، والله كده احلى، كده احلى بكتير. مش محتاجين اللاير بتاع الناتشرال فلتر ده، ممكن نشيله خالص. بس ممكن نعمل لاير تاني يوز ساتوريشن كده اسود، ونمسح بيه اللون بتاع الشعر ده عشان حاسه مبايخ. اعمله بس كده الاول وبعد كده امسح بقى. التاتش اللي احنا عملناه حلو، بس محتاج تاخد فيه وقتك بقى. مثلا بقى اذا خلص قبل ساعه، تمام، قبل ما يكمل ساعه. هنا كده مثلا دي شفته مثلا زود شويه عشان فيها ايه اضاءه عاليه. مثلا عينه كنت تزوم على عينه، زود دول هنا مثلا. بس كده في لطشة فوق كده، بس هي أصلا في الصورة الأصلية، هي مش مننا، بس احنا ممكن نقللها شوية عشان ما تبقاش ايه باردة. عارف هي تحس إن هي باردة كده، بس يلا مش مشكلة. ممكن نيجي عند ودانه دي نديله شوية ايه إضاءة كده 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 كده. بس حاسس والله أعلى وأعلم إن سكن الإيد اختلف شوية نوعا ما عن سكن الوش، فاحنا ممكن نيجي للإيد نحاول نخليها محمرة شوية كده شوية، وفتحة كده شوية. أظن كده أقرب له، أظن يعني نوعا ما. ماشي كده، أظن التصميم بتاعنا فل الفل الفل الفل. نيجي فوق هنا نعمل لاير جديد، كنترول شيفت الت اي، كلهم في لاير واحد، نعمله كونفرت سمارت اوبجكت. هطلع هنا كاميرا الرو فلتر، ونيجي نزود شوية تكتشر، نزود كلاريتي، نرفع الشادوز، قلل الكلاريتي، طب قلل التكتشر، قلل الشادوز، نحط شويه السكين الاصفر ده لذيذ قوي، ونزود بقى اللون الازرق، ونرفع اللبني دي ونرفع الازرق ده. بص هنعمل شويه ايه، اوف 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 اوف. نطلع لفوق بقى هنا، قلل الشادو، ممكن نقلل شويه هايلايتس. اظن كده لذيذ قوي 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 قوي. ممكن بقى ايه كنت تعمل بلور ورا الشخصيه دي عشان تظهرها اكتر عادي يعني، هي خطوه مستحبه حلوه. بتزود هنا شويه جرين 2 مثلا، وتيجي هنا تقوم عامل نويز، نويز تخليها مثلا على 2 كفايه قوي. بس كده كده يا باشا تصميم فل الفل. عايز اوريك التصميم الاصلي وتصميمي. ده التصميم الاصلي، ده هو تصميمي برضه. ماشي، وده التصميم اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي. ده احنا نفسنا دلوقتي حاسس ان احنا زودنا تفاصيل اكتر، اهتمينا بحاجات اكتر ما كانتش مهتمين بيها هنا. ممكن يبقى الفرق مثلا ان احنا ما زودناش مثلا اللون الاصفر، فاهم قصدي؟ يعني ممكن نيجي هنا نجيب اللون الاصفر ده، فالاثنين اجمل من بعض. كده كده في اختلافات طبعا، تطور مستوى بتاع. هنا انا شايف ان دي احسن بكتير من اللي فاتت، تصدق بقى؟ يعني ركز مثلا في دي مش معموله هنا، يعني مش معموله هنا، تحس ان دي عاديه خالص، لكن لا معموله هنا وفي تفاصيل. ممكن بقى تستخدم بتاعت العين دي مثلا، شويه الليزر اللي بيبقى في العين ده بيبقى بارد قوي، ممكن تعمل لاير جديد يوستوريشن وتسحب اللون اللبني وتلون هنا كده. بس كده وكده نكون شرحنا التصميم ده بالتفصيل. فاتمنى لو عجبك الشرح ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم على خير يا شباب. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب.